واحد صاحبي كان عازمني في المطعم ده، المهم خدنا ورُحنا المطعم علشان نفطر سوا، قال لي: "تعالَ يا سيمبا هاكلك أكلة جامدة موت، موت، موت." قُلت له: "قشطة يا عم بس ما تكلّفش على نفسك وكده يعني." المهم وصلنا وقعدنا وجبنا المنيو علشان نقرر ونشوف إحنا هنختار إيه. المهم بعد ما قعدنا شوية خلاص قررنا هنطلب إيه ونادينا على الراجل عشان يجيب لنا الأكل. ما فيش تِلت ساعة ولقينا الأكل نازل زي ما أنتم شايفين كده، ولقيت الولا عامل الصح وزيادة، مندي وكفتة وفراخ، ولقيته ضابط الأداء أوي، أوي يعني. صراحة الأكل أول ما نزل كان شكله يفتح النِفس زي ما أنتم شايفين كده، الولا أصله بيعزّني شوية يعني. المهم الأكل نزل زي ما أنتم شايفين كده، طبعًا كان في صينية تانية غير دي فما كانش فيها مكان، فأنا كنت باسحب دي الناحية دي شوية عشان التانية تنزل هي كمان. الأكل نزل زي ما أنتم شايفين كده والناس ضبّطت الدنيا، وإحنا بقى لسه رايحين نفطر يعني إن شاء الله. ولسه يا جدعان ما كلناش أي حاجة، لقينا عيل صغير جاي وجايب 2 صحابه معاه بيقولوا: "يا جماعة والنبي فطروني معاكم، أنا بقى لي 5 أيام ما فطرتش أنا وصحابي." المهم صاحبي طبعًا عارفين قلبه كبير وكده، قال له: "اقعد يا حبيبي اقعدوا، اقعدوا." وقال لي: "يا سيمبا رمضان كريم." ومش عارف إيه، وطبطب على الولد الصغير ده